لو بدأت ب50 دولار هكسب قد إيه في الشهر؟ أكتر سؤال بيجيلي والسؤال الغلط في التوقيت الغلط. أنت دلوقتي داخل مجال جديد. السؤال المنطقي هو أنا ال50 دولار اللي هدخل بيهم هقدر أحافظ عليهم قد إيه؟ ولو خسرت منهم بعد شهر هخسر قد إيه؟ الشطارة والمهارة الغائبة عن كل المتداولين أو المبتدئين إن أنا عندي مهارة اسمها الحفاظ على رأس المال، والمهارة التانية اسمها القدرة على تقليل الخسائر. لو انا اكتسبت المهارتين دول ان انا قدرت احافظ على راس مالي ولما اخسر اقل حاجة، دول كده حجر الاساس اللي هتبني عليه قدرتك على تحقيق الارباح بعد كده. الفرق بين المتداول المحترف والمبتدئ الغير محترف واللي هو بيخرج من السوق بدري ان المتداول المحترف مش بيكسب اكتر، هو بيعرف يتحكم في راس ماله ويتحكم في مقدار الخساره اللي بيخسرها. انما المبتدئ ما بيقدرش يتحكم في راس ماله وبيفتح صفقه ويسيب ستوب لوس ما بيتحطش، فبالتالي راس ماله كله بيختفي. اذا فانت المفروض تسال وتوريني نفسك في الحساب التجريبي قبل ما تبدا حساب فعلي، راس المال التجريبي ده حافظت عليه قد ايه، وبعد شهر لو كان هو نزل قد ايه. في الحاله دي اقدر اقول لك هتقدر تكسب كام بعد كده.